عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يومية نادية دي زاد. تحية مجددة لكل البنات اللي معنا في القناة والبنات اللي راهم يشوفوا في الفيديو مازال مشتركوش، نقول لهم اشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم ان شاء الله خلاص عولت على الطاجين المغربي اللي شريته، ان شاء الله برك يصدق لي. المهم انا راح ندير فيه حاجة بسيطة باهي لا كاش ما صرالو ما شتوني ما شتكم. يلا نبداو مع بعض. راح ندير ان شاء الله بلا بالبطاطا. اول حاجه راح نديرها ندير بيان سور شويه تاع زيت ونديرها فوق النار تسخن. الطاجين تاعي راني درتو كاع واش وصوني البنات، قالوا يديروه في الماء مده 24 ساعه ومن بعد خليه على برا ينشف فيه غرضو. خليته تقريبا يومين برا في البالكون حتى اليوم ان شاء الله راح نجربوا لاول مره وراح نجربوا امامكم، وان شاء الله يا ربي ما تصرا حتى حادثه. اذا نخلي الزيت تاعي تسخن مليح وندير فيها البصل، وراني دايرته على نار هادئه تماما. نقلي البصل نتاعي مليح قبل ما نكمل باقي المكونات، وماهيش مكونات كثيره فقط البطاطا. وراح نقول لكم واش ندير لي زيبيس مباشره. هوريك البصل تاعي ذاب، نحط البطاطا وندير لي زيبيس. نبدا بالملح، فلفل اسود، بابريكا، وثوم مطحون. راح ندير معاه فنجان ماء سخون. هاوليك الطاجين تاعي راه قريب يطيب، نخلي فقط هذا الماء اللي فيه ينشف. راكم تشوفوا البطاطا تاعي بدات تطيب، نخلي فقط هذا الماء اللي فيه ينشف. هايليك لاصوص تاعي نبقى فيها غير غدا شويه. راح ندير انا الجبن، نتوما ممكن ديروا هذوك المربعات تاع لي ساندويتش، هذاك الجبن كاغي الا عندكم. انا ما توفرش عندي كما قلت لكم. راكم عارفين الوصفه تاع اليوم جات غير هكا، غير باش نسيي الطاجين كما فهمنا من الاول هكذا. وراح نغطيه، ما ديروش على الحس تاع المقله، راني دايره الحوت ينقلى ونغطي عليه. وراني درت له هنايا فرشيطه يبقى البلاع شويه طالع. ان شاء الله راكم تسمعوا فيا المقله دايره رايحه. وهاوليك الشكل النهائي تاع الطاجين تاعنا، طاب الحمد لله بلا خسائر. كما راكم تشوفوا الطبق جاي شاهي ما شاء الله. رافقته كما قلنا بالحوت. حبيباتي هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها. وكالعاده ما تنساونيش بلي جيم بلي بارطاج وكذلك التعاليق. شهيه طيبه للجميع والى وصفه قادمه ان شاء الله.